الجراف اديتور اهم تول في الانيميشن على الافتر افكت، بس ناس كتير شايفه ان هي معقده. وانهي احسن، الفاليو جراف ولا السبيد جراف؟ في الواقع مفيش واحده احسن من التانيه. سهل انك تحط كي فريمز وتعمل ايز، بس الاحتراف الحقيقي انك تبقى قادر تتحكم بين كل كي فريم والسرعه بتاعته، وانك تقدر تحدد امتى تستخدم الفاليو جراف وامتى تستخدم السبيد جراف. وكل ده مش هيحصل غير لما تتعلم ازاي تستخدم الجراف اديتور صح. هي شكلها يخض، بس ما تخافش، كل ده انا هشرحه لك في الفيديو بتاع النهارده. فمن غير ما اطول عليك يلا نبدا. خلينا نبتدي باول مصطلح النهارده، وهو التايمنج اند سبيسنج. فالتايمنج اند سبيسنج هو احنا دلوقتي عندنا انيميشن بسيط جدا زي ده. انا لقيت بريسيت لطيفه قوي على النت بتخليه ان الحركه اللي احنا بنعملها، يعني هي دي الحركه الاساسيه بتاعتنا. تمام. انا لما بشغلها هي بتوريني الكي فريمز اللي فاتت. فاحنا دلوقتي في خلال ثانية الكرة بتروح من هنا لهنا، وفي خلال ثانية الكرة بترجع لمكانها تاني. تمام. فتعالى مثلا، يعني الطبيعي ان انت ممكن تختار الكي فريمز بالشكل ده وتدوس F9. هتلاقي خدت بالك الفرق، يعني حتى شوف الحركة، الحركة نفسها اختلفت. هتاخد بالك ان احنا لما عملنا ايزنج عادي بقت في فريمات كتيرة قوي هنا في الاول، بعدين في النص بقت اسرع، جت في الاخر رجعت بطيئة تاني. حتى تفتح كده الجراف اديتور هتلاقي الشكل ده، يعني ما تتخضش، ده كده دي السبيد جراف. طبعا احنا عندنا برضو في الفاليو جراف. تمام. آه، احنا هنبدأ بالسبيد جراف النهارده، بعدين هنشرح برضو الفاليو جراف. هي تبان معقدة، ولكن هي بس كل ما السهم ده طلع لفوق كل ما السرعة كانت اعلى، كل ما السهم ده نزل لتحت كل ما السرعة بقت اقل. فاحنا عشان كده هنا بدأنا بسرعة بطيئة قوي، فبقى في فريمات كتير، بقى في حركات بسيطة كتير قوي، بعدين بقى في الحركات دي بدأت تزيد، بقى في سبيسز اكتر ما بينها، ورجعت تاني تزيد. فانا مثلا ممكن اختار دول كده. لو شديت مثلا الناحية دي، واخد بالك من الفرق؟ شايف هنا بدأت بطيئة لمدة فريمين كده، بعدين شايف السبيس، شايف المسافة ما بين كل فريم وفريم بقت قد ايه؟ بحيث ان هي في الاول بقت سريعة جدا، بس تيجي في الاخر ترجع بطيئة تاني. تمام. نفس الكلام في الرجوع، نفس الفكرة بالظبط. نيجي نشغل. فهي دي الفكرة بكل بساطة. طبعا انا ممكن ارجعهم تاني كده، يعني انا عملت برضو كورتين كمان بنفس الحركة بالظبط. تمام. عندنا هنا دي في الفريم زيرو بتبقى هنا، وبعد ثانية بتبقى هنا، وبعد ما يعدي ثانية كمان بتكون رجعت لمكانها. تمام. فاحنا هنخلي اللي فوق من غير ايزنج خالص. تمام. ده كده الشكل الطبيعي. وهنا بايزنج عادي. تمام. دوست F9 وما عملتش اي حاجه. وهنا هدوس F9 وافتح الجراف اديتور، ومثلا اخلي ان هي تبقى اسرع في الاخر. ماشي، بحيث ان هي يعني يبقى اختلاف يعني. بعدين هنبتدي نتفرج على الثلاثه. هو الثلاثه في نفس المده الزمنيه بيروحوا في نفس الحته. تمام. نفس التايم. هنا في الفريم زيرو هم هنا، في الفريم ثانيه لما بيعدي ثانيه بيبقوا هنا، ولما بيعدي ثانيه كمان بيبقوا هنا. تمام. الفرق كله في السبيسنج. فتعالى كده نتفرج. برغم ان هما التلاتة بيوصلوا لنفس النقطة في نفس الثانية، ولكن شكلهم هما التلاتة مختلف تماما. يعني تعالى كده نقفل ال البريسيت اللي انا كنت مشغلها. التلاتة مختلفين تماما، رغم ان هما التلاتة بيوصلوا لنفس النقطة في نفس الوقت بالظبط. فهي دي فكرة الايزنج عموما، او التايمنج اند سبيسنج. واختلاف الايز اللي انت هتستخدمه هو ده اللي هيحدد شكل الانيميشن، هو ده اساس الانيميشن. فعندنا بقى ايه؟ يعني تعالى نخفي دول كده، نرجع كده الانيميشن اللي فوق ده. احنا هنا عندنا لما بفتح السبيد جراف من غير ما ابقى عامل ايزنج خالص، بلاقي ان هي شكلها كده، شكلها ده كده اسمه لينير، ان هي في خط مستقيم، نفس السرعه رايح نفس السرعه راجع. تمام. ولما بختار الكي فريمز واقوم عامل اف 9، بلاقي ان هي بقت ايه؟ تبتدي بطيئه وتسرع وترجع بطيئه تاني. طيب دلوقتي انا لو هفتح الفاليو جراف، الفاليو جراف هلاقي ان انا قدامي خط احمر وخط اخضر. تمام. ما اقدرش اعدل عليهم بشكل، يعني ما فيش خطوط اشدها. يعني هنا مثلا في السبيد جراف في خطوط اشدها هغير في السرعه، لكن في الفاليو جراف انا ما عنديش نفس الخطوط دي. ليه؟ لان عشان تستخدم الفاليو جراف لاقصى قابليه يعني ليها، لازم تدوس على البوزيشن كليك يمين، وبعدين تختار separate dimensions. هتلاقي ان هي الايزنج اللي احنا كنا عاملينه اتشال، يعني هتلاقي ان هو الايزنج اتشال وبقى عندنا اكس بوزيشن وواي بوزيشن. تمام. فانا دلوقتي خلينا نختار الاثنين، اشغل.
نفس الانيميشن زي ما هو. ايه الفرق؟ الفرق ان الفاليو جراف هنا بقى كل ما هتطلع لفوق، تمام، كل ما هتلاقي ان شايف المربعات دي، المربع ده هو ده الكي فريم، ده الكي فريم بتاعنا. انا الكي فريم اللي في النص هنا ده المربع بتاعه، وده المربع بتاع اللي في الاول، وبرده في نفس الوقت المربع بتاع الحته اللي في الاخر. فانا دلوقتي كل ما هرفع او هنزل في دي هلاقي ان دي بتختلف معايا. طيب بالنسبه للواي بوزيشن هو ثابت، لان احنا الكره ما طلعتش فوق وتحت. يعني لو انا غيرت ده كده تلاقي الكره طلعت معايا لفوق، غيرته كده هتلاقي الكره طلعت معايا لتحت. نفس الكلام برده هنا، لو انا شديت ده لتحت هتلاقي ان الكره بترجع للناحيه الثانيه. فهي الفاليو جراف هي الفاليو بتاعت الاكس والواي كبيكسلز، كارقام يعني. طيب انا ممكن استفيد منها ازاي؟ انا دلوقتي مش عايز الواي بوزيشن في حاجه، فانا هدوس على علامه الساعه هنا عشان اشيل الكي فريمز بتاعته. انا عايز الاكس بوزيشن بس. ممكن اختار دول كده واقوم دايس اف 9، الاقي ان هي ايه، الحركه بقت سموز كاني دايس اف 9 عادي بالسبيد جراف زي ما احنا عملنا في الاول. ولكن هنا بقى ايه التحكمات يعني بتختلف شويه. يعني انا مثلا ممكن اقوم شادد دي كده، تمام، وادوس شيفت عشان يفضل ثابت معايا على نفس الخط، لان انا لو شلت صباعي من على الشيفت هتلاقي ان هي بص تطلع وتنزل معايا كده. فانا هدوس شيفت خليها تتشد معايا على نفس الخط، واقوم برده شادد كده من فوق، تمام، بنفس الشكل. بقى عندنا كيرف بسيط كده، تعالى نتفرج. فاهم ازاي؟ ممكن برده في نفس الوقت اعمل نفس الحركه في الناحيه التانيه، فبقى عندي يعني كيرف لذيذ كده، ايه بقى شكله الطف شويه. تعال نشغل برضو البريسيت بتاعتنا نبقى واخدين بالنا من الكي فريمز. واخد بالك هي سريعه قوي في النص ازاي، تبدا بطيئه سريعه قوي في النص، برضو بترجع بطيئه سريعه قوي في النص، وهكذا. في نفس الوقت ممكن استخدم ده في ان انا اعمل نوع من انواع الاوفر شوت. يعني انا ممكن اغير دول، انا ممكن احرك دول. لو انا رفعتها كده شويه بص الكره بترجع بتعدي اصلا، الكرة هنا عدت مكان الكي فريم، لان انا رافع دي لفوق، كل ما ارفعها اكتر كل ما تعدي اكتر، بس هي في الاخر هترجع لمكانها تاني. فده برضو بيساعدني ان انا لو عايز اعمل اوفر شوت اخلي الحاجه تروح لبعيد قبل ما ترجع يعني. نفس الكلام برضو تحت، ممكن تروح على الكونفرت فيرتكس تول او دوس جي، يعني دوس جي ودوس بعدين الت وانت رايح عليها، هتلاقي ان هما بيتحركوا معاك الاثنين. وفي نفس الوقت ممكن ان انت تدوس على واحده بس وهتتحرك معاك لوحدها. جميل. تعال نشوف مثلا انيميشن زي ده. يعني انيميشن زي ده انا مش متخيل الصعوبه اللي ممكن اواجهها لو انا حبيت ان انا اعمله بالسبيد جراف. يعني تعالى كده مثلا نبص هنا، تلاقي ان هي الفاليو جراف معموله بنفس شكل الكي فريمز بتاعتنا بالظبط. شايف شكل الكي فريمز بالنطه نفس الشكل بالظبط. وفي نفس الوقت ان انا عملت حاجه بسيطه جدا في الاكسبوزيشن. يعني انا كل اللي انا عملته ان انا شديت ده شويه، تمام. تخيل بقى لو احنا هنعمل نفس الكلام ده بس على السبيد جراف. تعالى كده نشوف المنظر. شايف المنظر عامل ازاي؟ منظر مرعب، يعني منظر يخوفك اصلا ان انت تشتغل عليه. فده كده مثلا هنا دي ميزه للفاليو جراف. انا ما اقدرش اشتغل على السبيد جراف بالشكل ده، برغم ان انا بفضل دايما اشتغل بالسبيد جراف، بس حاجه زي دي انا ما اقدرش اعملها هنا. شايف الانيميشن اتعمل ان هو يبقى سريع، سريع قوي في الاخر ازاي، وفجاه المكان بتاع الكره بيتحرك بسرعه عاليه. لا يعني صعبه. ففي انيميشنز معينه بيبقى الافضل دايما ان هي تتعمل بالفاليو جراف، وانيميشنز ثانيه بيبقى الافضل ان هي تتعمل بالسبيد جراف. يعني تعال نشوف انيميشن زي ده لو من غير ايزنج اصلا خالص، بص هيبقى عامل ازاي. مفيش انيميشن، تمام. فده كده استخدام من ضمن استخدامات الفاليو جراف. تعال ننقل على الانيميشن ده، انيميشن بسيط انا عملته. ده حاجه ممكن هشرحها في فيديو من الريلز بتاعتي. انيميشن شكله يعني ممل جدا، هو كفيجوالز هو لطيف ولكن هو شكله ممل. تعال مثلا نشوف بعد ما عملنا له شويه ايزنج بقى عامل ازاي. بقيت تحس كده ان هو فيه حياه اكتر يعني. وكل اللي انا عملته ان انا اخترت الكي فريمز بتاعتي، تمام. انا اشتغلت بصراحه هنا بالسبيد جراف مش بالفاليو جراف. كل اللي انا عملته ان انا سحبت من الناحيه اليمين دي شويه، خليت ان هو يبقى اسرع في الاول شويه. ممكن برضه اخر السرعه اخليها تبقى في النص اكتر، وهكذا. فدايما دايما هيبقى افضل ان انت تجرب تبص كده بصه هنا وهنا و... وتبتدي تقرر تشوف انت على حسب نوع الانيميشن اللي انت عايزه. وهي طبعا بتختلف من شخص لشخص. في ناس بيرتاحوا اكتر ان هم يشتغلوا بالسبيد جراف، ناس بيرتاحوا اكتر ان هم يشتغلوا بالفاليو جراف. بس الافضل ان انت تبقى فاهم كل واحده فيهم بتشتغل ازاي، عشان لما تتحط في موقف يستدعي ان انت تشتغل بدي تقدر تشتغل بيها، ولما تتحط في موقف يستدعي ان انت تشتغل بدي تقدر تشتغل فيها. وطبعا الفاليو جراف مش دايما بنقدر نستخدمها في كل حاجه. يعني انا مثلا لو انا هنا عندي رسمت خط مستقيم بالشكل ده، تمام، وجيت هنا في الباث
عملت كي فريم وجيت بعدها مثلا بثانيه قلت انا عايز ان ده يبقى هنا، عايز ده الخط ده تحديدا يبقى جه كده شويه، ويبقى يعني لحظه واحده يبقى اعمل كده. تمام، وانا هقفل الفيل. فده كده من غير الايزنج. بدوس F9. ده كده بالايزنج. لو انا فتحت الجراف هلاقي ان انا ظاهر لي السبيد جراف، ممكن احرك فيها براحتي. لو جيت اختار الفاليو جراف مش هيظهر لي حاجه اصلا، مش هتشتغل، لان هنا مفيش فاليو، هنا مفيش ارقام بيكسلز، مفيش فاليو. فساعات هتلاقي ان انت اصلا ما قدامكش غير ان انت تشتغل على السبيد جراف. ولكن دايما لو احنا بنشتغل على حاجه فيها بوزيشن او روتيشن او حاجات تانية كتير، هتلاقي ان انت ظاهر لك اوبشن الفاليو جراف. هحاول ان انا اعرض لكم على الشاشه. انا في فيديو كنت شفته كان جايب اشكال كتير قوي للفاليو جراف ممكن تستخدمها، ممكن تاخدها سكرين شوت تجربها في فيديوهاتك وهتفرق معاك. تعالى بقى نيجي هنا للانيميشن ده. انا هشيل كل الكي فريمز اللي انا حاططها. تعالى كده نشغله ونشوف هيبقى عامل ازاي. اعتقد ان هو شكله يعني ممل جدا، شكله حاجه بسيطه او حاجه بدائيه. طيب تعالى كده نشوف. لما انا كنت حاطط عليه شويه كي فريمز، وكي فريمز بسيطه جدا بالمناسبه، اعتقد شكله الطف كتير عن الاول. فتعالى كده نشوف ازاي ممكن نعمل ده تاني من اول وجديد. انا مثلا هختار الكي فريمز بتاعت الكوره اللي هي بتفضل رايحه وجايه دي. تمام، هعمل F9. هفتح الجراف هلاقيها بالشكل ده. انا ممكن اختار الكي فريمز كلها، ولما هبتدي اسحب من ناحيه هلاقي كلهم بيتعدلوا معايا. تمام، فاحنا ممكن زي ما عملنا من شويه نخلي السرعه كلها تبقى في النص نوعا ما. تمام، كده مثلا شكلها بقى الطف شويه. وفي نفس الوقت ان عندي هنا انا رابط كل حاجه بنل، وخليت ان هي تبقى السكيل بيقل كده، مع في نفس الوقت كلمه ست بتظهر الاول وكلمه مات بتظهر بعدها. فممكن اختار دول كده، وانا عايزهم يبقى سرعتهم كلها في الاول، او مختار اي هاندل فيهم. دي الحته دي اسمها هاندلز، وانا عايز السرعه كلها تبقى في الاول. تمام، ممكن حتى اسحب دي على الاخر عادي. بقت بالشكل ده. ده كده استخدام بسيط جدا من ضمن الاستخدامات الكتيره قوي اللي احنا نقدر نستخدم بيها الجراف اديتور. كده انت عرفت الفرق بين الفاليو جراف والسبيد جراف. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تكتب لي في الكومنتات نفسك تتعلم ايه المره الجايه، واشوفك الفيديو الجاي.